داليا البحيري زفت بنتها بالطبل وعملت لها حفلة على الضيق، وأحمد سعد غنى لبناته وحمد ربنا إنه هيرجع ينام في هدوء، وشريف منير اللي لبس اليونيفورم زي بنته، واللي عمله حمدي المرغني مع بنته صدم الكل، وكريم فهمي كانت فرحته برجوع بناته المدرسة مش سايعاه، ورنا سماحة كان هيجرى لها حاجة من الخوف والقلق على ابنها. الكلام هنا عن استقبال الفنانين أول يوم مدرسة مع أولادهم. يا ترى إيه اللي حصل في أول يوم؟ وإيه اللي عمله زوج داليا البحيري مع بنتها في أول يوم مدرسة؟ تعالوا أقول لكم التفاصيل كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. الفنانين خلاص ما بقوش عارفين هم بيعملوا إيه من كتر فرحتهم برجوع المدارس من جديد. تقريبا جابوا آخرهم خلاص من دوشة العيال وزنهم، وكل واحد عبر عن فرحته برجوع ابنه أو بنته بطريقته الخاصة. بس خليني أقول لكم إن طريقة كل واحد منهم عملت قلق كبير على السوشيال ميديا، واللي بدأ بيها المطرب أحمد سعد، وده بقى من فرحته إنه بناته داخلين المدرسة صمم إنه يروح يوصلهم بنفسه، وخدهم في عربيته ووصلهم، وطول الطريق بيغني لهم أغنيته الجديدة مين لما مشي قلبت شفتشي، والضحك بقى للركب والدنيا مش مشي. فرحان وشايف الحياة بامبي لأنه يا عيني ما كانش عارف ينام في هدوء، وبيقول خلاص هرجع أنام تاني براحتي، لدرجة إنه قالك النهاردة بس حسيت قد إيه التعليم ده مهم جدا للأولاد. أما بقى اللي احتفالها قلب السوشيال ميديا وبقى ترند هي الفنانة داليا البحيري، اللي فاجأت الكل وعملت ليلة المدرسة حفلة كبيرة في بيتها، وجمعت صحاب بنتها اسمت كلهم زي ما يكون المدرسة اتنقلت في بيتها، ولبسوا بيجامات لونها موحد ومكتوب عليها سينيور 2026، وقضوا الليلة رقص وتنطيط وصور زي ما يكون ليلة فرحها مش رجوعها للمدرسة. وخلصت الاحتفالات على كده؟ أبدا، دي تاني يوم الصبح زفتها بالطبل والأغاني هي وصحابها. لا وكمان داليا هي وزوجها كانوا عاملين ماتشنج ولابسين تيشرتات زي بعض مكتوب عليها أنا خريج 2026. وبصراحة يا جماعة زوج الفنانة داليا البحيري موقفه محترم جدا، يعني رغم إنه مش أبو اسمت وزوج والدتها بس بيتعامل معاها كأنها بنته بالظبط، وعمره ما حسسها إنها بنت مراته، وأهو حتى أول يوم مدرسة راح معاها ورقص معاها وتصور كأنها بنته من صلبه. أما بقى الفنان شريف منير فهو احتفاله كان بسيط مع بنته، يعني لبس يونيفورم زيها ووداها المدرسة وخد معاها كام صورة للذكرى، وطبعا كانت الفرحة هتنط من وشه زي ما بيقولوا. حمدي المرغني والحقيقة كان موقفه مع بنته تمارا في أول يوم صدم الكل، لأنه ما راحش معاها ولا وصلها المدرسة زي باقي زمايلها، أو زي ما أي حد بيعمل مع بنته في أول يوم مدرسة، واللي وصلتها مراته إسراء، وما نعرفش بقى هو مسافر ولا انفصل عن مراته، فعشان كده ما حضرش في اليوم ده. كريم فهمي كان حريص إنه يوصل بناته الثلاثة هو ومراته دانيا المدرسة، بس كان لابس لبس عادي لا يونيفورم ولا أي حاجة من الحاجات اللي عملوها الفنانين، وخد معاهم صورة وروح. أما بقى الفنانة رنا سماحة كانت متلخبطة ومتوترة وقلقانة وخايفة في نفس الوقت، وهي بتوصل ابنها مالك للمدرسة لأنها لسه تعتبر مامي جديدة. انتوا بقى قولولي عملتوا ايه مع أولادكم في أول يوم مدرسة؟